شايفين السعر ده؟ 12990 يورو بدلا من 16990 يورو. ده سعر تلفزيون ال جي 88 بوصة. ده كده معروض معمول عرض، يعني لو حسبناها بالمصري تقريبا ب 650 ألف جنيه بدلا من 850 ألف جنيه. تلفزيون 88 8K من ال جي. تعالوا ندخل بقى المحل وهوريكم أسعار خرافية. لابتوب ب 200 ألف جنيه، جهاز كمبيوتر ب 150 ألف جنيه. يعني طبعا بالمصري يعني. احنا ضربنا الأرقام على طول في 50 عشان نديكوا السعر بالمصري ونكبر الموضوع شوية. دي بقى اجهزه جيمنج، شاشات وكيس الكمبيوتر، كل الحاجات دي يا جماعه للجيمنج. فعشان كده اسعارها هوب فوق. يعني شاشات لها ب 2000 يورو، 1900. الكيسه دي ب 2000، 3000، 4000 يورو. حاجات كده بنتكلم في رينج 150 الف، 200 الف. يعني الشاشه دي الكيسه ب 1199 والشاشه ب 1119 يورو. وعندك الكيسه الجباره ده البي سي ده يا جماعه، يعني متهيألي الجيل ال 11 ولا الجيل 12. انا مش متابع اخر ابديت للحاجات دي، بس سعره 3999 يورو. حاجه كده جباره، بنتكلم في 4000 يورو. اضرب بقى في 50 يعني 200 الف جنيه الكيسه اللي فاتت دي. ودي طبعا شاشه كمبيوتر، هتلاقي برضو اسعارها معديه تقريبا بكام، 3199 يورو. يعني بنتكلم في ارقام يا جماعه كبيره قوي قوي. ده كله الحاجات الخاصه بالجيمنج. ده اجهزه جيمنج يا جماعه، ومونتاج او اجهزه عاليه جدا، يعني اخر ابديت. نسيبنا بقى من البي سي وندخل بقى على اللابتوب. اللابات دي يا جماعه حاجه يعني عاليه جدا. اللاب ده تقريبا عامل 2400 يورو، بنتكلم في كام، 125000 حاجه زي كده. كل اللابات دي رامات 32 جيجا، يعني أنا بصيت عليها رامات 32 جيجا كلها. اي لابتوب ستارت رامات 32. خد بقى انت بقى البروسيسور بقى بقيه الامكانيات، انا مش فاكر اي حاجه دلوقتي. خد ده برضو اللي بعده. اللاب ده ب 3700 يورو. يعني حاجه كده في كام، في 185 الف جنيه مصري. برضو لاب يعني جامد اخر حاجه. ده ام اس اي، واللي جنب برضو لاب ام اس اي. كل صف اللابات ده يا جماعه اسعارهم خرافيه. تعالوا نروح بقى مكان تاني برضه اصوركم الحاجات الجامده اللي هنا. ده لاب لينوفو ب 2500 يورو. بنتكلم بقى في رامات 32 جيجا، هارد اس اس دي 2000 2000 تيرا، 2 تيرا، 2000 جيجا. الزراير بتنور، شايفين واخدين بالكم؟ الكيبورد زرايره بتنور لوحدها. يعني حاجه رائعه بصراحه. يا جماعه انا عايز اسرق المحل ده، اسرقه خلاص وارجع من ايطاليا على مصر وما ارجعش هنا تاني. يلا بقى كفايه كده عليكم كده النهارده، واشوفكم في فيديو صغير تاني في حلقه جديده. يلا سلام.